السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وحبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الوصفة تاع اليوم وهي بطاطا كباب. درتها للعشاء، قلت لي مالا نصورها معاكم. وكي درت المرقة تاع بطاطا كباب نتاعي قعدت لي بلها شوية، قلت لي مالا درت منها شوربة وفوالا، يعني نفس الوصفة. خرجت لي لونطري اي لو بلا برينسيبال. نروحو نبداو الوصفة نتاعنا. بسم الله. عندي طرف تاع الدجاج، عندي بطاطا قطعتها طرف كبار، ما لازمش تكون رقيقه كيما تاع لي فريت. درت بصله كبيره، هنايا عندي شويه حميمصه شمختها في الماء ليلة كامل. نحتاج 3 صفار بيض، كميه من المعدنوس، وعندي هنايا مغرف كبيره تاع السمن وزدت لها من بعد شويه زيت، وتوابل عندي غير فلفل كحل، ملح وعود قرفه غسلته مليح. ندير الطنجره نتاعي فوق النار ونخليها تسخن، ونحط عليها السمن وشويه زيت باش نقلي به الدجاج نتاعي. والزيت ابيبخي 2 مغارف كبار. ولا نحط الدجاج يتحمر لي شويه ونكمل معاكم الوصفه ان شاء الله. هنايا بعد ما تحمر لي الدجاج نزيد عليه البصله اللي رحيتها من قبل، نخليها تقلى شويه ونزيد عليها توابل هي الملح وفلفل كحل وعود قرفه، ونخليهم يتقلاو. وهنايا بعد ما تقلى لي شويه داك الدجاج نزيد لها الحمص اللي شمختو من قبل، ونمرق المرقه نتاعي ونخليها طيب. تسمى يعني ستون سوس بلونش عادي، سي لاباز تاع المرقه بيضاء. ونمرقوه بالماء الحامي ونخلوه نقفلو على الطنجره نتاعنا ونخلو هذاك الدجاج والحميمصه طيب، ونرجع لكم باذن الله. وهنايا الدجاج نتاعنا طاب، نحيه ونزيد نشوف الحمص اذا طاب، نطفي النار ولاصوص نتاعنا راهي واجده. وانا حكمت لي جون دوف، درت عليهم شويه عصير قارص، فوالا، ونخلطهم مليح ونزيد عليهم شويه من المرقه، نزيد نخلطهم شويه ونخليهم جانبا نسحقوه من بعد. ها هي البطاطا نتاعي بعد ما قليتها، ولا شوفوا لي مغصون تاعها ما قطعتهمش صغار، قطعتهم شويه كبار باش يحكموا شويه رواحهم، ونحط عليها الدجاج. فوالا، دروك نزيد نحط عليها الحمص. ونزيد نفرغ عليه صفار البيض مع المرقه نتاعنا اللي خلطناها من قبل. فوالا، ندير شويه على الدجاج باش نفرغو باغتو.
فوالا هكا، ونزيد عليه شويه مرقه. هكذا، ونزيدو له شويه معدنوس من الفوق، وندخلو للفرن نخلوه يتجمر شويه، ويزيد يتحمر لنا الدجاج من الفوق، ونطفولو. اي فوالا، البلان تاعنا راه واجد، يجي ما شاء الله. لاصوص تجمرت والدجاج جا محمر ما شاء الله. والمرقه اللي قعدت لي درت فيها شويه من مرق الدجاج باش يزيد لها شويه بنه، ودرت فيها لي فيرميسيل وقسمتها على زوج، طرف خليته بيض وطرف درت له طماطم مصبره، وزدت لهم شويه زيتون وعصرت عليهم شويه قارص. فوالا، ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه. واذا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه، فضلا وليس امرا. وصلنا للنهايه، وما عليا غير نقول لكم بسلامه، الفيديو القادم ان شاء الله.